ليه لبس الساعة في 2025 ما بقتش موضة. انا عارف انك ممكن تقولي دلوقتي ما انا عندي موبايل وكل التكنولوجيا حواليا، هو انا ناقص البس ساعه؟ بس انا جاي في الفيديو ده اعرفك اهميه الساعه وتاثيرها عليك شخصيا. الساعه هي مش مجرد حاجه بتقولك الوقت بس، ولكن الساعه حرفيا هي اكتر حاجه بتلبسها كل يوم. يعني ممكن نقدر نقول زيها زي خاتم جوازك، ويمكن اعمق شويتين لانك بتلبسها قبل الجواز، فاكيد اكتر اهميه من خاتم الجواز. بس السؤال هنا مش ليه البس الساعه، السؤال هنا انا ليه اضيع كل ده، وكل ده هو اللي هتكلم عنه في الفيديو دلوقتي. اهلا بيك، انا معتز وبحب الساعات، والنهارده هكلمك عن شويه نقاط تعرف من خلالهم ليه الساعه مهمه في حياتنا وايه تاثيرها على الشخص. ولما بكلمك عن الساعات ما بكلمكش على السمارت ووتشز، انا بكلمك على ساعات اليد، الريست ووتشز العاديه. فتعال نبدا الفيديو ونشوف النقاط المهمه في لبس الساعات. انا عارف ان في ناس كتير بقت تعتبر ان الساعات بقت موضه قديمه، ولازم طبعا احترم وجهات النظر دي، بس في الفيديو ده انا هقولك على 7 اسباب مش بس تخليك تلبس ساعه، ولكن هتعتبرها جزء من شخصيتك. هنتكلم مع بعض في معنى الساعه الحقيقي، مش بس كاداه ولكن كرمز وكلمه بتتقال من غير ما تنطقها، والحته دي عميقه شويتين. When you put a watch on, this is an incredibly personal thing. Why? لو انت بتفكر تدخل عالم الساعات، او لو معاك ساعه بتلبسها ومش عارف ليه بتحبها، فالفيديو ده معمول ليك. اول نقطه معانا التاثير النفسي الداخلي. اول واهم حاجه، انت بتحس بايه اول ما تلبس الساعه؟ لا بجد كده، جرب مره كده البس ساعه فيها وزن، معدنها كويس وفيها التاريخ، وتحس ان الساعه كده قيمه. جرب كده، هتلاقي نفسك واقف بشكل مختلف، ظهرك مفرود، وحتى كمان طريقه كلامك اتغيرت. الساعه بتدي لك رساله بايحاء ان انت شخص منظم جاهز وعندك كنترول على نفسك او يومك. ولو لبست ساعه كلاسيك شيك هتلاقي نفسك تلقائيا بتهدى وبتتكلم بهدوء، كأنك دخلت في مود تاني خالص. So, to summarize, you have a minuscule revenue stream. مود راقي، مود كلاسيك كده، حلو جميل لذيذ رايق. Now we insist it's a public place, a bar, a restaurant, some place. الساعة مش مجرد اكسسوار بس، خلينا نعتبرها ان هي عبارة عن مفتاح بيحولك الشخص اللي انت عايز تبقى عليه. I've been around, you know. There was a time I could see. وخلينا اوضح نقطة مش شرط نتفق فيها، ممكن نختلف، ولكن شايف ان الساعة ليها تأثير داخلي على الشخص زي اي حاجة حواليك. رقم 2 التأثير الخارجي ونظرة الناس ليك. بص حواليك كده، لما تبقى في اجتماع او حتى قاعد على قهوة عادي، الناس بتلاحظ ساعتك قبل ما تسمع صوتك، ومش شرط بنفس الترتيب، ممكن تسمع صوتك قبل ما تشوف ساعتك يعني. Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! بس اهم حاجه ان الناس بتلاحظ الساعه اللي انت لابسها. يعني في ستايل ساعات بيقول عنك ان انت مهندس ناجح، وفي ساعات هتقول عنك ان انت مغامر وبتحب البحر والطبيعه، وفي ساعات هتقول عنك ان انت اولد سكول او بتحب الحاجات القديمه والفينتج بس تقيل. زي بالظبط ما اللبس بيعبر عنك وبيدي اول انطباع عنك او الفيرست امبريشن، فالساعه بتوضح الطبقه الثانيه من شخصيتك، زي النيه والذوق والهويه. وطبعا ساعات لما الناس تشوفك لابس ساعة زي السبمارينر او الديت جاست على ايدك، ما بتسألكاش عن الساعة، هم بيقيموك كلك من غير ما تحس. وطبعا اول انطباع بيتاخد عنك لما تكون لابس ساعة زي السبمارينر او الديت جاست اكيد انطباع لا يقارن وانطباع محترم جدا. تالت نقطة الاعتماد والعملية. مبدئيا كده الساعة مش بتحتاج شحن كل 8 ساعات، بما ان الموبايل بيفصل شحن، فممكن تيجي تبص على الموبايل فتلاقي شحنه مفصول. مش دي النقطة المفصلية، ولكن الساعة الميكانيكية بتشتغل بحركة مع صم ايدك. مش كل الساعات ولكن بعض الساعات.
وطبعا ساعات الكوارتز فيها بطاريات بتعيش لسنين زي الفيديو ده. في ساعات كاسيو بتعيش بطاريتها ل5 و7 سنين. والسؤال بقى ان ليه ده مهم؟ لانك لما تكون في موقف محتاج تعرف الوقت، مش دايما هيكون الموقف مناسب انك تقدر تطلع موبايلك. يعني مثال بسيط، لما تكون ماشي بالعربيه والموبايل في جيبك، فممكن ياخد منك دقيقتين او يشتتك عن الطريق، فتيجي تطلع الموبايل من جيبك كل وقت على الفاضي. ولكن لو لابس ساعه، كل الموضوع هياخد منك ثواني انك تبص على الوقت وترجع تركز في طريق تاني. فالساعه ببساطه بتبقى موجوده وجاهزه واعتماديه. ده السبب اللي خلى الطيارين والعسكريين والغواصين لغايه دلوقتي لابسين الساعات. وخلينا متفقين ان الساعه مش رفاهيه بالنسبه للناس اللي ذكرناهم، ولكن دي اداه معتمد عليها في اللحظات اللي الوقت فيها ممكن يكلف كتير. رقم 4، البساطه. انت مش واخد بالك لما تمسك موبايلك علشان تشوف الوقت بتفضل عليه بالنص ساعه، تشوف نوتيفيكيشن جايالك، ترد على رساله، او تدخل على الفيسبوك او الانستجرام وتقعد تعمل سكرول في الريلز، بتضيع وقتك. وخلينا متفقين برضو مش دي النقطه المفصليه، ولكن هي كلها اراء. بس مع الساعه هتبص على ايدك بصه واحده وترجع تركز في اللي كنت بتعمله من غير اي تشتيت. الساعه مش بتشتتك ولكن بتديك تركيز. وخلينا متفقين ان الساعه زي ما بتعرفك الوقت بتعرفك قيمه الوقت. الساعه بتساعدك تعيش اللحظه مش تضيعها في السكرولينج. رقم 5، الحرفه. لما تبص جوه ساعه ميكانيكيه، خلينا متفقين ان انت ما بتبصش على تروس بس، انت بتبص على فن، تاريخ، وابداع بشري اخذ مع الناس دي شهور بل يمكن سنين علشان يطلعوا لك التحفه اللي انت هتشوفها دلوقتي. ساعات اتجمعت بايد ناس واحده واحده، كل ترس معمول علشان يشتغل بتنسيق هندسي دقيق جدا. يعني ساعه زي الباتيك او الييجر دي مش مجرد ساعه غاليه، ولكن دي تحفه فنيه بتتلبس على الايد. يعني ممكن نقدر نقول هي حاجه بتعيش وتورثها للي بعدك والاجيال تانية كتير، وده بيفرق كتير عن اي قطعه تانية في الكوليكشن بتاعك. Patience. Pursuing invariably the same object. فخلينا متفقين ان الساعات بتتكون مش بتتصنع. رقم 6، العلاقة العاطفية والذكريات. في ناس لابسين ساعة ابهاتهم جابوها لهم، وفي ناس معهم ساعة اشتروها باول مرتب، وفي ساعات اتحفرت عليها اسم او تاريخ او لحظة معينة. الساعات دي مش بس بقت شخصك انت، دي بقت انت في لحظة معينة وفي توقيت معين. ولما تلبس الساعة دي بعد سنين بتفتكر كل حاجة كانت حواليك ساعتها. ودي مش حاجة تقدر تعملها مع السمارت ووتش او الابل ووتش، فعلشان كده الساعة بتسجل اللحظة مش بس الوقت. رقم 7، الساعات بتقول عنك انت مين. يعني اختياراتك في الساعة بتوضح ذوقك، زي ما انت لبسك بيوضح عنك اول انطباع، هكذا الساعة بتوضح عنك انطباع معين عن شخصك. يعني مثلا بتحب البساطة فممكن تلبس حاجة زي كده. بتحب الفخامة فممكن تخش على حاجة زي أوميجا أو تيودور. راجل عملي ممكن تخليك في ساعات زي الجي شوك. كل ساعة بتحكي تشابتر أو جزء من شخصيتك، ومع الوقت هتلاقي نفسك عملت كوليكشن من الساعات، كل واحدة فيهم بتفتكر بيها حاجة، فترة أو إحساس. في الآخر نقدر نقول إن الساعة مش بس بتعكس أنت مين، ولكن بتعكس عنك أنت عايز تكون مين. خلينا نلخص الفيديو في ال7 نقاط اللي احنا ذكرناهم. أول حاجة، الساعة بتحسسك إنك واثق في نفسك ودايما جاهز، والساعة بتخليك توصل رسالة للناس من غير كلام. تالت حاجة، الساعة اعتمادية وبتشتغل لوحدها وما بتشتتكاش، وغير كده بتخليك تركز وتعيش اللحظة. وطبعا زي ما قلنا هي الساعة عبارة عن تحفة فنية وفيها صنعة حقيقية، ولكن ممكن يكون تاريخ لو الساعة اللي معاك غالية. الساعة بيكون فيها مشاعر وذكريات، ولو عايز تجيب لحد هدية فالساعة هدية غالية جدا، ايا كان سعرها رخيص ولا غالي، ولكن ما زالت هدية غالية. رقم 7 والأخيرة، الساعة بتعبر عنك وبتوضح انت مين وعايز تبقى ايه. عشان كده لبس الساعة مش ستايل بس، ولكن عبارة عن رسالة. قول لي بقى في آخر الفيديو، انت أول ساعة اشتريتها كانت ساعة ايه؟ ولا لسه بتدور على أول ساعة تلبسها؟ لو حسيت الفيديو ده حرك جواك حاجة او كان في معلومة مفيدة بالنسبة لك، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يجيلك اشعار بالفيديوهات الجديدة ان شاء الله. واخر كلمة هقدر اقولها لك في الفيديو، الساعة مش بتعرفك الوقت ولكن بتعرفك قيمة الوقت. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.